شكرا لك عادل، وشكرا لهذه البدايه الاولى راح تكون متواجده معانا. وهنا الدرونز اللي نشوفها في انحاء البوليفارد وورد تحديدا. مشاهدينا الكرام، في المباراه الاولى راح تكون معانا الترا شميشه من المغرب ريد زون مع هيركو من 69% على 31%. هذه نسبة بصراحة ما تبين كل شيء، لكن البطولة المرشح تقريبا انه يضمن الليلة صراحه او الترا شميشه، يعني نسبه كبيره خروجهم من هذه البطوله. لقاء لن يكون ابدا بتلك السهولة. اليوم الفرصة الوحيدة اللي تقدر منها انك ترجع بشكل افضل وتحاول ان تقدم امكانيات. والآن تنطلق المباراة مرة أخرى لنشاهد بها كيف ستكون الصورة، لكن يبدو أن هنالك أحد تقدم مبكرا. يا ساتر، هذه اللقطة الوحيدة لا نزلت الكرة في الوقت المناسب. 1-1 من أصعب النقاط التي يمكن أن يسجل منها الأهداف، وخاصة أنه يعتمد عليها الآن بالتقدم حارس المرمى ليسجل أجمل أهدافه وأجمل أوقاته الآن، أن يسجل ويضرب موعدا مهما في هذه الدقائق. كرة الآن تصل، تسديدة قوية، حارس المرمى متواجد ويتصدى لها. إلى الآن 3-3، 5 4 3 2 1. يأتي لاعب آخر يضاف، ولا للحارس علاء الذي تصدى لهذه اللقطة. لتعود الكرة مرة أخرى على الجهة اليسار، البحث عن الحل، البحث عن التسديد، المرور ممتاز، دخول رائع جدا والتسديد. ريد زون يسجلون هدفا أولا في هذه اللقطة. أي لقطة كانت، أي لقطة كانت. الياس كأنه هو اللي مسجل هدف. الياس في اللقطة الماضية كأنه هو من سجل الهدف، ولكن ماهركو اللقطة الماضية يسجل هدفا أولا لريد زون. جميل اللقطة الماضية عن طريق اللاعب رقم 8، لاعب ممتاز جدا والذي وصل فيها الانطلاقه. يحاول يراوغ، لكن المراوغه لوين هذه المراوغه اللي ممكن تكون بهذا الشكل، ترجع الى جاد، لكن في كسره قويه وكرت اصفر على مستوى في اول بدايه المباراه. وهذا اسرع كرت يصير معانا بعد الكرت الاحمر اللي صار في المباراه الاسبوع الماضي. دقيقتين خارج الملعب. عذرا اعلمكم حاجه، استبعد اللاعب لازم انه يلقى الحلول المناسبة، وهذه الحلول التي من الممكن ان تظهر، والحل الذي ظهر، ولكن ذهبت هذه الكرة الى ضربة مرمى. فدعونا نشاهد الان على ماذا سيتم الاعتماد وعلى ماذا سيتم ايجاد الحلول. الان تسديدة من مكان بعيد جدا، ولكن الكرة ذهبت في النهاية الى بحث عن الحلول مرة أخرى. يوصل لمنتصف الملعب، لكن في تسديدة خارج أرضية الميدان. يا علي، مرتدة سريعة، هل فيها هدف يا الأردن؟ مرور الأول والثاني وتسديد. يا ساتر، كيف ضاعت هذه الهجمة. مر من الأول، مر من الثاني، لكن القائم يرد يقول لا ما هي هدف. خلاص عندنا 17 ثانية ويرجع معانا جادي لأجل الهدف وتثبت فيها الشخصية. لا زالت الكرة مرت على الجهة اليسار وابعدت مرة أخرى. حفيظ يحاول استردادها، كرة تعود. ريد زون يحاول استردادها، من سجل الهدف وتسديدة، لكن على في المكان. هذا الشوط سيكون من خلالها شيء مختلف إذا سجل الهدف. ريد زون الآن يحاول استرداد الكرة، الانطلاقة خطيرة. ماهركو فريق ماهركو يريدون أن يثبتوا كل شيء. يتبقى صرح الواضح انه ما يبغى يصرح. ماهركو تسمعنا؟ ما تسمعنا. تفتح مايك، معليش مايكنا ما نسمع. مايك كميوت، فك الميوت. لا واضح الصوت. طيب 3 2 1. مرة أخرى نعود في الشوط الثاني مع انطلاقة لنشاهد كيف ستكون الصورة الأخيرة بالنسبة لكلا ريد زون يسجلون هدفا عن طريق اللاعب رقم 8 في اللقطة الماضية. في هذه اللقطة بشكل غريب علي، حفيظ يرفض الخروج من ارضية الميدان رفعا للرايه، يقول انه بيغير اللاعب، يدخل مدافع معانا
ويشيك فيها هل هو مشكله في الفار ولا بسبب التبديل؟ دعونا نتاكد. ماهركو يقول ما فيها شيء. اللقطه بصفتك شكون ماهركو؟ ممكن اللمسه الثانيه، التمريره الثانيه. تقول الثاني اللي جات كوبري على اللاعب المتواجد امامه، لكن في النهايه اعتراضهم على تغيير لاعبين واعتراضهم على الفار، والفار طلب الان حكم مباراه في اوفسايد، والاوفسايد هذه يخلي المباراه ترجع 1-0 مره ثانيه، والفرصه كره في الجهه اليسرى، تسديده من بعيد، لكن مزريرا في المكان المناسب يتصدى لهذه اللقطه الماضيه، ومن ثم تذهب الى ضربه ركنيه. تسديده جميله بصراحه في اللقطه الماضيه عن طريق اللاعب رقم سيصنع الفرق. تصل الكره للامام، كره فيها استرداد عن طريق الخطا في منتصف الميدان، استمراريه. الله الله، مزريرا موجود في المكان المناسب. تصل الكره الى جادي، الانطلاقه لا زالت مره اخرى. يعني بس طبعا ما راح شتان السار وسجلها، ما راح يصير هدف الجول، هدف واحد، لكن بالنهايه يمكن يرجع معاه لاجواء المباراه. جادي يقول صح تكبر، نزلت الكوره صح، ابغى الانهاء، فقط الانهاء اللي ممكن يكون معانا. فيناني كيف ضيعتها فيناني، كيف 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 وكيف طلع الكره تلعب بلنتي، لكن 15 ثانية، هل هذا الفكر موجود؟ هل فيها تسديدة؟ هي فيها دخل بالعمق. وش صار؟ وش حصل؟ ارجع 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 للفار. هذه ممكن فيها هدف يعني فيه عليها، لكن بلنتي موجود. يا ساتر، هذه اللقطة الماضية حتى الحظ يعارض الياس اليوم، الحظ يعارض الياس. شوف ردة فعله ناصر انه يرجع للمباراة بالتعادل، وبعدها ايش اللي يصير؟ وجود اليوم فقط مكسب لأترش ميشا، هذا اللاعب اللي دخل. صحيح بصراحة، وهذا الشيء يعطي أفضلية شوي ويعطي شوية نوعا ما من الأجواء السلبية، لكن التدخل والتسديدة. أترش ميشا يعودون إلى أجواء اللقاء مرة أخرى، يبحثون عن التعادل ويطلبون موعدا لإيجاد الحل المثالي في هذا الوقت. الآن أترش ميشا ينقص لاعبا لكنه يزداد هدفا. هذا الهدف اللي كان ناقصهم عليه، عشان كذا طلبت البلنتي انه الرئيس يسجل الهدف او يخلي لاعب يشوت. يعني الهدف 3 تحس انها 4-3 في هذه الهجمه. حارس المرمى موجود، يا الله مزريرا عنده تسديدات تخوف. مزريرا ترى على فكره شايفينه بالتدريبات داخل الراكي. هذه هي الهدف ونهايه المباراه بفوز أترش ميشا. لا 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 لا، كينجز ليج مختلف، كينجز ليج طالب، لا كينجز ليج حظ، نعم فيها حظ، لكن في النهايه خساره الاردن. ماهركو بعد مباراه رائعه قدموا افضل ما عندهم، لكن بالنهايه الراكي ترى على فكره هو مهاجم، لكن يلعب مدافع في هذه المباراه، وهو الختمه كان عادل.